الا ما فراسكش راه دونالد ترامب ولا رئيس امريكان للمره الثانيه، والا ما مسوقش حيت هذيك امريكان خاصك تعرف باللي السياسه الامريكيه كتاثر على العالم كامل وكتاثر علينا حتى حنايا بواحد الشكل اللي كبير. ولكن كيفاش كتاثر علينا وكيفاش كتاثر على الشرق الاوسط وكيفاش دوله وحده كتقدر تاثر في العالم كامل؟ بزاف كيصحابهم باللي مراكنا صوتوا على ترامب حيت واعد باللي غيسالي الحرب في غزه، ولكن الحقيقه مراكنا ما مسوقينش لهذا الشيء، وصوتوا عليه حيت وعدهم باللي غينقص في الضريبه، ولكن هو غينقص الضريبه على مراكنا. حنا مالنا؟ انا نقول لك حنا مالنا، ولكن ركز معايا شي شويه. ترامب فاش كيقول غينقص الضريبه على المواطنين، هادشي كيعني بلي الدوله الامريكيه ما بقاتش غتدخل واحد القدر ديال الفلوس، ودوك الفلوس خاصهم يدخلوهم من قنت اخر. وهنا ترامب قال لهم بلي غنزيد الديوانه على السلعه اللي داخله من برا. وهكذا مثلا السلعه اللي جايه من الصين دايره $1000 غتولي دايره 2000 ولا $3000 على حساب شحال غادي يزيد الديوانه. وهذا الشيء غيخلق مشكله للصين ومشكله لكاع الدول اللي كيصدروا للامريكان، حيت امريكان هي واحد السوق اللي استهلاكيه بزاف وكيخرجوا منه ملايير الدولارات. فاش غتجي انت وغتحبس عليهم السلعه اللي جايه من برا، هنا بزاف ديال المراكنا ما غاديش يقدروا يشريو من برا كما مولفين كيشريو. فاش اي دوله كتزيد في الجمارك ولا في الديوانه، هادشي كيعني بلي الدوله باغا تشجع الانتاج الداخلي والاستهلاك المحلي. حيت انت فاش غتمشي وغتشري واحد البياسه من الصين مثلا، راك خليتي واحد في بلادك حتى هو كيصنع بحالها وما شريتيش من عنده، وهذا الشيء كيضاعف الانتاجيه ديال اي بلاد. حيت كل ما صدرتي كثر راك دوله قويه، وكل ما استوردتي كثر راك دوله ضعيفه اقتصاديا. يعني هنا ترامب كيبان بلي باغي يعاون مراكنا، وهو بصح باغي يعاون مراكنا، ولكن هذا الشيء الا كان غينفع مراكنا غيضر العالم كامل. حيت الا حيدتي واحد السوق بحال السوق الامريكيه اللي كتخلص بالدولار، هنا غينقص الدولار في العالم كامل، واي حاجه كتنقص القيمه ديالها كتطلع. وإلا طلعت القيمه ديال الدولار، الدول الناميه والناشئه ولا الدول ديال العالم الثالث اللي كتستهلك بزاف غيولي الدولار كيجيها غالي، وما غاديش تبقى تقدر تاخذ الاحتياجات ديالها بحال القمح والبترول وما الى ذلك. وهذا هو اللي كيتسمى التضخم مستورد، يعني كيولي عندك تضخم في بلادك ولكن جايبو من برا. فاش كنجيو لدوله بحال مثلا المغرب اللي معروفين بزاف د الحوايج الاساسيه كنستوردوهم من برا، وهذا الشيء اللي دار ترامب في امريكان غادي يغلي علينا حنا السلعه في المغرب. دونك انت كمغربي فاش كتمشي للحانوت وكتلقى السلعه غاليه، راه بسبب السياسه اللي دار الرئيس د امريكان. لهاد الدرجه كيأثروا علينا. هذه الحاجه الاولى. اما الحاجه الثانيه، على حسب الناس ديال الاقتصاد كيقول لك سيدي الامريكان ما غتقدرش تعوض داك التخفيض الضريبي غير بالديوانه، وغيخصوها فلوس وغتنوض حتى هي تسلف. وفاش الدوله كتبدا تسلف ما كتبغيش المواطنين ديالها حتى هما يتسلفوا، داكشي علاش غتنوض وغترفع سعر الفائده. وفاش امريكان كترفع سعر الفائده يعني الدولار القيمه ديالو كتطلع عاوتاني، وإلا طلعت القيمه ديال الدولار حتى الكريديات اللي واخدين غيغلاو علينا، وهذا الشيء غيضر اي دوله كتسلف. المهم على حسب ما تيقولوا اقتصاديين باللي كاع الاسواق الناشئه غادي تاكل العصا الا ترامب طبق السياسات اللي واعد الناخبين انه غيطبقهم. الحاجه الاخرى اللي كيدوي عليها المغاربه بزاف واللي فرحانين حيت ترامب طلع للسلطه هي الصحراء المغربيه والاعتراف ديالو بالصحراء وديك الصفقه اللي كانت دارت قبل ما يخرج من الرئاسه في 2020. حيت الا ما فراسكش امريكان فتحت قنصليه في الداخله، ولكن غير مشى ترامب بحال قلتي الملف تاجل، حيت الاداره ديال بايدن ما كانتش متحمسه بزاف لهذا البلان هذا. ولكن واخا هكاك الاداره ديال بايدن ما سحباتش الاعتراف وما دارت حتى شي حاجه في هذا الموضوع هذا. دونك الناس فرحانه بترامب بداك اللوجيك ديال انه فاش غيشد السلطه غيعاود يرجع لهذا الملف وغيعاود يحييه. ولكن اللي الناس كينساو ان ترامب راه ما دارش بليزير في المغرب، راه دار معنا صفقه، وديك الصفقه كانت فيها اننا خاصنا نطبعوا مع اسرائيل، والمغرب فعلا مشى في ذاك المسار وطبع مع اسرائيل. يعني بالنسبه للامريكان الغرض راه تقضى. دونك واش غيرجعوا ويوفيو بالوعود ديالهم ولا لا؟ السياسه العالميه ما كتمشيش بالحب، كتمشي بالمصالح، كتمشي بالصفقات، كتمشي بالفلوس. الا شاف فيك مصلحته راه معاك، ولكن لما شافش فيك مصلحته راه ما غاديش يتسوق لك. داكشي علاش كنشوف انه قضيه ديال الصحراء خاصنا حنايا اللي نكونوا متكلفين بها، وما نتسناوش الرئيس الامريكان هو اللي غادي يعاوننا ولا يدير لنا شي حاجه. حيت كاع افترضنا ان ترامب غيعاونك وكذا، ولكن راه 4 سنين وغيمشي في حاله، وغتجي اداره اخرى وشوف ديك الساعه على الله شنو غيديروا. دونك المصير ديالنا خاصو يكون بيدينا، ما بيد حتى شي واحد. وفي كاع الاحوال سواء كان معانا سواء ما معناش، راه الصحراء ماشي في الاولويات ديالو. الحاجه الاخرى اللي بغيت ندوي فيها، ترامب كيواعد بلي غيسالي الحروب في العالم كامل. وهنا فاش كندوي على الحروب كندوي على جوج، كندوي على الحرب ديال الشرق الاوسط اللي هي اسرائيل مع لبنان وغزه، والحرب الاخرى هي ديال روسيا مع اوكرانيا. فاش كندوي على اسرائيل راه ترامب راه برو اسرائيل وراه غيعاونهم، وراه ديما كان كيعاونهم، وما كنظنش غيدير شي حاجه مختلفه على هذوك اللي قبل منه الا ما دارش كثر. دونك ترامب فاش كيقول غنسالي الحرب راه كيعني انه ما غيبقى حتى شي خطر على اسرائيل. دونك واش غيعطي لاسرائيل الضوء الخضر باش تسالي الحرب بالزربه وما يكون عليها حتى شي ليميت ودير ما بغات، ولا غيعطي للفلسطينيين حقوقهم ويكون شي حل عادل؟ الاغلب هو انه غيعطي الضوء الخضر لاسرائيل.
مي واخا هكا كاين اللوجيك ديال العرب اللي صوتوا على ترامب في امريكان كيقولوا باللي راه ترامب راه واخا هكاك راه تبدل ما بقاش كيما كان، وراه نيتانياهو كيخاف منه، وراه لا قال شي حاجه غيقدر يديرها. فهاد الدوسي ما تقدرش تعرف شنو غادي يوقع، ولكن الاكيد هو انه ترامب ما غيقدرش يسالي الحرب، حيت في الاخر ديك الهضره كان كيقولها غير باش يصوتوا عليه. ونفس الشيء حتى في روسيا واوكرانيا الامور معقده بزاف، وترامب هو واحد الانسان اللي شعباوي واللي دواوه، والقوه اللي عنده هي في التاثير ديالو على الجمهور والكاريزما باش كيهضر، وحيت هو ديجا عنده الخلفيه ديال بيزنس مان كيعرف الصفقات مزيان وكيعرف يخرج مصلحته. على حساب القانون الامريكي هذه غتكون هي الفتره الاخرى ديالو الا ما دارش فيها شي تعديل دستوري، ولكن مستبعد. وهو قال بلي التركيز ديالو غادي يكون على المواطن الامريكي، ما غاديش يكون على برا بزاف. دونك هو من الاخر ما غاديش يشوف في الامد البعيد، وما غيمشيش بديك السياسه ديال انه خاصو يتدخل في كل شيء في العالم، وغيركز على المواطن الامريكي. واخا يكون هادشي كيعني انه يقدر يضر الاقتصاد العالمي كامل. هذه كانت حلقه سريعه على ترامب وشنو التاثير ديالو علينا. كنتمنى تكون استفدتي معايا شي حاجه، ونتشافوا في شي حلقه اخرى ان شاء الله.